نشوف معانا تقرير المسؤولين واللاعبين قالوا ايه قبل السفر. احنا تقريبا عاملين شبه معسكر مفتوح، بنتدرب بتاع حوالي 8 ساعات في اليوم، وهنروح البطوله عشان احنا ما اتاحتلناش الفتره اللي فاتت بطوله خارجيه عشان تغيير مواعيد الامتحانات اللي حصلت بسبب الظروف اللي حصلت في البلد، فرايحين بدري شويه قبل البطوله ب 10 ايام ان شاء الله باذن الله. مظبطين هناك تدريب، عملنا حتى ظبطنا مع اللجنه المنظمه مواعيد تدريبيه كويسه جدا، وان شاء الله بالعكس هتبقى احسن كمان عشان البنات هتبقى واخده على الظروف التمرين في حمامات السباحه اللي هيلعبوا فيها، فان شاء الله احنا هنعمل كويس قوي باذن الله. الاولمبيكس اكتر يعني حلم واحد بيوصل له في يعني كرياضي بيكون عاوز يحققه، يعني هي يعني الماكسيمم بتاعك يعني الليفل الرياضي بتاعك، الاولمبيكس هي اعلى ليفل انت بتوصل له، يعني مش هتقدر تحقق حاجه احسن من الاولمبيكس. احنا لسه كنا في معسكر دولي في بيلاروسيا، وبعديه رحنا اسبانيا، لسه جايين اول امبارح. ان شاء الله دلوقتي احنا هنقعد في المركز الاولمبي مده اسبوعين، مجمعين اللعيبه بتاعتنا كلها اللي في مصر كلها، كله جاي يساند المنتخب الاولمبي بتاعنا، وان شاء الله يا رب دعواتكم بقى ان شاء الله في النتيجه يا رب. الحمد لله الامور ماشيه على قدم وساق بشكل ايجابي كويس قوي، وانتهى حجز الطيران والتسكين الوفود في السفر والزي الرياضي، واعتقد ان الناس الحمد لله كلها لاول مره في تاريخ البعثات المصريه تحس ان هي راضيه عن الزي بتاعها، دي حاجه ايجابيه. عندنا 110 لاعب ولاعبه في 19 لعبه، واعتقد ان ده اكبر بعثه اللي هي تساوي عدد اعضاء بعثه لوس انجلوس، ودي اكبر بعثه في تاريخ مصر مسافره دوره اولمبيه. احنا كاتحاد ريش طايره يمكن العابنا اللي هي ملهاش جماهير، لكن احنا الحمد لله بالتوفيق من عند ربنا تاهلنا الى اولمبياد لندن 2012، وده مجهود مجلس اداره الاتحاد بالكامل. المركز الاولمبي للمنتخبات القوميه طبعا بيوفر خدمات كامله لجميع المنتخبات القوميه الموجوده، سواء مسافره او بطولات افريقيه او معسكرات اعداد، يعني المركز فاتح ذراعي لكل شيء، وفي طبعا دعم من المجلس القومي للرياضه ودعم من اللجنه الاولمبيه بهذا الشكل، فالحمد لله ماشيين كويس، وربنا وفق فعلا الناس دي تعمل حاجه كويسه جدا لمصر. ده كان مشاهد طبعا ولقاءات مع الرياضيين اللي طالعين الاولمبياد. الحقيقه ده المركز الاولمبي في المعادي. المركز الاولمبي ده يا جماعه من سنه 90 تقريبا معظم المنتخبات اللي لم يكن كلها مرت على المركز الاولمبي، وطلع ابطال كتيره جدا، وبالعكس لغايه دلوقتي بيطلع ابطال وبيستمر في دعم الرياضه المصريه.